اور اب آئیے وہ ایک آفاقی پیغام، وہ انقلاب، وہ ایک آواز کہہ رہا ہے یارے کون بانداز سروش کہ بس امروز ہی امروز ہے فردا ہے نہ دوش۔ کس کی یارب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش۔ میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش، بخش دے آگ میرے سرد عزاداروں کو، ہاں جگہ ڈاب میں سوئی ہوئی تلواروں کو۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ علی النجفی جب تقریر کرتے ہیں تو ان کے لفظ کہیں شعلہ ہوتے ہیں، کہیں شبنم ہوتے ہیں، کہیں پھول ہوتے ہیں، کہیں انگارہ ہوتے ہیں۔ عاشقان حسین کے لیے تحفہ ہوتے ہیں، گلدستہ ہوتے ہیں، اور حسین کے دشمنوں کے لیے انگارہ ہوتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں، اور سید ضامن سے گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا سید ضامن صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور ان کی تقریر کے ترجمے کے فرائض بھی ادا کریں اور ان کو آواز دیں۔ نعرہ حیدری۔ بس یہ عربی کی ایک تقریر کے بعد میں ہمارے جشن کا آغاز ہو جائے گا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتقدم إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هذا المولى الذي يرعانا بعين رعايته ويحرسنا بعين حراسته، ووجودنا ببركة وجود أنفاسه. هذا المولى الغائب المغيب عجل الله تعالى فرجه. نقول له أسعد الله أيامك سيدي ومولاي يا أبا صالح، في ذكرى ولادة آبائك وأجدادك وأعمامك الطاهرين، وأسعد الله أيامكم أيها الجمع المبارك بين الروضتين العزيزتين المباركتين، بين حرم سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وسيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی جانب سے حضرت صاحب عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ولادت امام حسین علیہ السلام جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ امام جو پردے غیبت میں بیٹھ کے ہماری نگہبانی کر رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ آج جو ہمارا وجود اس دنیا میں باقی ہے اس کا سبب ہمارے وہ امام ہیں جو ابھی پردے غیبت میں ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں، اس اپنے امام کی خدمت میں ان کے اجداد، ان کے چچا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے امام کا ظہور ہو اور وہ ہمارے درمیان آئیں اور ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ اور اے مومنین جو دونوں حرم کے درمیان تشریف فرما ہیں، حرم امام حسین علیہ السلام، حرم ابو الفضل عباس علیہ السلام کے درمیان، وہ مومنین جو ہمارے دور سے چل کر آئے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی میں اس ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ كما أبارك لمن وفقهم الله سبحانه وتعالى على أن يقطعوا المسافات ويجوزوا البحار لكي يصلوا في هذه اللحظات، سواء من أهلنا الإخوة الموجودين في العراق أو من القادمين من كل البلدان، وخصوصا إدارة هذا المحفل المبارك الذين قدموا من الهند ومن أماكن أخرى لينالوا شرف التوفيق والفضل والبركة والرحمة وهذه اللحظات بهذا الجوار المبارك. فنقول لهم ولكم أسعد الله أيامكم وبارك الله بكم۔ ان لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
कि जिनको परवरदिगार आलम ने इतनी तौफीक दी कि दरियाओं का, सहराओं का, हज़ारों किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के बाद इस जगह पर आए और आने के बाद जश्न का एहतमाम कर रहे हैं। उनकी खिदमत में मुबारकबाद दे रहा हूँ, खुसूसन अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब को कि जिनके अफराद इतनी दूर से यहाँ आए और इस मुबारक मौके पर बैन हरमैन इस जश्न का एहतमाम कर रहे हैं। और सिर्फ ये ना कि जिस जश्न का एहतमाम कर रहे हैं बल्कि खुदा की रहमत, खुदा की मेहरबानी और लुत्फ़ भी उनके ऊपर है और उनकी तो खुदा की तरफ से जो तौफ़ीक़ात है वो उनके शामिल हाल है। قال تعالى في محكم كتابه ومنيف خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. أيها الجمع الموالي، أيها الجمع المبارك، هل أحد منا شاهد في يوم من الأيام أن هناك حبل ممدود من السماء موصول إلى الأرض في مكان من أرجاء هذه الدنيا؟ كلا، إن الحبل الذي أراد الله سبحانه وتعالى ويريدنا أن نتمسك به هم الذين أوصلهم سبحانه وتعالى من بطنان عرشه إلى ظهر هذه الأرض المباركة بهم، الذين من الله سبحانه وتعالى علينا بهم، الذين من أجلهم خلق الله سبحانه وتعالى هذه الأراضين، هذه الأرواح المقدسة وهذه الشخوص المباركة التي نحتفي بها اليوم هي التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بأن نعتصم بها، حينما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا الاعتصام هو اعتصام واقتداء بالسلوك وبالدين وبالتعامل وبالتقديم وبكل ما نعتقد من العقائد والإيمان والارتباط والخلق الذي يجب أن نتمسك بهم صلوات الله وسلامه عليهم. بالتالي نحن اليوم نعتصم بحبل الله، بولايتنا لعلي، باتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وآله، بتمسكنا بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. इरशाद परवरदिगार है कुरान मजीद में कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और इख्तिलाफ न करो। क्या आप लोगों ने कभी ये देखा है कि आसमान से ज़मीन तक कोई रस्सी ऐसी है जो लगी हुई हो जिसको हम पकड़ लें तो हमें जो है नजात मिल जाए? क्या आपने देखा है कि आसमान से कोई रस्सी का सिरा जुड़ा हुआ हो जो ज़मीन के किसी हिस्से से हो? कभी नहीं देखा होगा और कभी ऐसा नहीं है। परवरदिगार हमसे कहते हैं कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें और इसका मतलब यह है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करें, उनकी इक्तदा करें। सिर्फ ये नहीं कि इत्तिबा और इक्तदा ज़बान से हो बल्कि हमारे सलूक के ज़रिए से हो, हमारे दीन के ज़रिए से हो, हमारी माशरत के ज़रिए से हो, हमारे एतक़ादात के ज़रिए से हो, हमारे अखलाक के ज़रिए से हो। हम लोग और आप लोग अपने ईमान के ज़रिए से विलायत अहले बैत की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है उस विलायत के ज़रिए से हम नबी की इत्तिबा करते हुए हम लोगों ने दुनिया को साबित किया है कि परवरदिगार आलम की उस रस्सी को हम लोग पकड़े हुए हैं और हम लोग उससे मुतमस्सिक हैं। بارك الله بكم. فنبارك لكم ولأنفسنا هذا الاتصال وهذا التمسك الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى له. أن أغتنم هذه الفرصة وهذه الدقائق أن أوصل أيضا لحضراتكم بعد التبرك بالسلام عليكم وطرح الآية المباركة بين وجوهكم الطيبة. يشرفني أن أنقل لهذا الجمع المبارك سلام ودعاء ومحبة ومباركة سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الشيخ بشير النجفي لحضراتكم جميعا، وأنقل لكم على هذه العجالة عدة وصايا سريعة خصوصا تهم هذا الوقت الطيب والعصيب في نفس الوقت. आपको और हमें और तमाम मुमिनीन को ये मुबारक हो कि हमने परवरदिगार की उस रस्सी को मजबूती से पकड़ रखा है और इसके ज़रिए से हम अहले बैत से मुतमस्सिक है। आपकी खिदमत में हमारा सलाम हो और हमारी तरफ से मोहब्बत आपकी खिदमत में पहुँचे। जल्दी जल्दी मैं आपके सामने जो आज हाजिर हुआ हूँ मैं इस मौके का भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ और आपकी खिदमत में अपने वालिद मोहतरम
حضرت آیت اللہ العظما مرجع جہان تشیع فقیہ اہل بیت عصمت و طہارت شیخ بشیر نجفی صاحب کی کچھ نصیحتیں، کچھ ارشادات جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی وہ مشعل راہ بنے اور ثواب ہمارے لیے دنیا آخرت میں مہیا ہو۔ سماحة المرجع أيها الإخوة الأكارم، يوصينا ويوصيكم بالدعاء أولا لمولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف للتعجيل في فرجه وفي فرجه فرج هذه الأمة، وثانيا الدعاء من المؤمن إلى أخيه المؤمن في هذه اللحظات، وخصوصا في هذا الشهر المبارك وشهر رمضان المبارك القادم، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعوة للمؤمن في حق أخيه المؤمن. إنها لفرصة في أن نتوسل وأن نتضرع إلى الله ونحن بين الحرمين المباركين بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان، وأن ندعو لإخواننا المؤمنين بقبول الزيارة والطاعات وحسن العاقبة وغفران الذنوب، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى المؤمنين في أرجاء المعمورة۔ والد محترم سماحت المرجع آیت اللہ العظما شیخ بشیر نجفی دامت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تمام لوگوں کو اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، جتنا سے زیادہ ہو ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ امام کے ظہور کے بعد ہی ہماری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، ہماری مشکلات جو ہیں اس دنیا میں اس کا حل امام کا ظہور ہے۔ ہمارے والد یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم مومنین ایک اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ یہ شہر شعبان مبارک مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ خصوصاً پروردگار ایک مومن جب اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دعائیں کرتا ہے تو ان مبارک مہینے میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور آج تو ہم بین الحرمین بیٹھے ہیں، دو حرم کے درمیان میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، جہاں بھی ہم شیعان شیعان حیدر کرار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو محفوظ رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، جہاں رہیں اہل بیت کے دامن سے لگے رہیں۔ الأمر الثاني أيها المؤمنون، إن أعداء الله من شرق الأرض وغربها من جنود الشيطان قد جمعوا عدتهم وعديدهم وقضيضهم لكي يضربوا الحق، وهيهات أن يكون ذلك وفينا من يتكاتف وفينا من يتحاب في الله. سماحة المرجع يدعوكم إلى التكاتف فيما بينكم، إلى نبذ الخلافات الشكلية والإثنية وأي نوع من الخلافات بينكم أيها المؤمنون. إن أعداء الله يراهن على تمزق هذه الأمة المؤمنة، ونحن بفضل الله وتمسكنا بأهل البيت نراهن على قوتنا تحت راية مولانا أمير المؤمنين بوحدتنا، بنبذنا للخلافات والفرقة والتمسك ومسامحة الآخر والعمل على ذلك. ونحن اليوم فرصة طيبة أن نبدأ هذه اللحظات وهذه المشاعر من جوار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وسيدي مولاي أبي الفضل العباس عليه السلام۔ دوسری بات جس پہ ہمارے والد محترم بہت زیادہ تاکید کرتے وہ یہ کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا میں دشمن اہل بیت اکٹھا ہو گئے ہیں، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ شیطانی قوتیں اکٹھا ہو گئی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہم حق کو مٹا دیں، دنیا سے حق کو ختم کر دیں۔ میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ ہم مومنین کو آپسی اختلافات، آپسی رنجشیں دور کر کے اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا اس امیر المومنین کے علم کے پرچم کے نیچے کہ جو ہمارے پہلے امام ہیں، اس لیے کہ دشمن اس چیز کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کب ہمارے مومنوں کے درمیان آپس میں اختلافات ہو جائیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو
आपसी इख्तिलाफात ख़त्म करना चाहिए और कौम की बका के लिए एक होकर काम करना चाहिए। और आज हम बैन हरमैन में बैठे हैं, दो हरम के दरमियान बैठे हैं। हमें अभी से इस चीज़ की इब्तिदा कर दें कि हमारे दरमियान कोई गिले शिकवे, कोई नाराज़गियाँ हैं तो उसे दूर कर दें, और दूर करने के बाद मोमिनीन आपस में भाई भाई मिलकर कौम की बका के लिए काम करें। الأمر الآخر أيها الإخوة والوصية الأخرى أن اليوم هناك في العالم الكثير ممن يدعي الإسلام ويقوم بتصرفات وينسب هذه التصرفات إلى الإسلام، منها القتل أو الابتعاد على الدين بين أقصى اليمين وأقصى الشمال. ونحن ندعي هنا، نحن عباد الله، أتباع دين النبي، أتباع علي، أتباع الحسن والحسين، أبناء علي ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. طالما نحن ندعي هذه الدعوة ونعتقد بهذه العقيدة، علينا أن نظهر الإسلام الحقيقي بسلوكنا وبأعمالنا وبأخلاقنا وبالتزامنا بالمبادئ الأخلاقية والعبادية التي أوصانا الله بها على لسان نبيه الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. فنكون قدوة في صلاتنا، في أخلاقنا، في تعاملنا فيما بيننا وفي تعاملنا مع الآخر، لكي نعطي النموذج الحقيقي والصحيح للإسلام، بعيدا عن النموذج الفاشي الذي يقدمه أعداء الله بالذبح والقتل والتفخيخ والتفجير، أو بالانحراف البعيد عن الخلق الإسلامية والدين والالتزام. एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना ज़रूरी है, जिसे मेरे वालिद साहब बड़ी ताकीद के साथ अर्ज़ करते, वो ये कि आप लोग अपनी नज़र से देख रहे होंगे कि आज पूरी दुनिया में ऐसी जमातें हैं जो इस्लाम का दावा करती हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर कत्ल करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, लोगों को उजाड़ते हैं, बच्चों को यतीम करते हैं। एक ये वो लोग हैं कि जो इस्लाम के नाम पर ये चीज़ें कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं। दूसरे हम लोग हैं जो खुसूसन आज की तारीख़ में बैन हरमैन से ये भी ये दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम नबी के पैरोकार हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पूरी दुनिया के सामने अपने सलूक से, अपने आमाल से, अपने अखलाक से, अपने आमाल और किरदार से लोगों को बताएं कि सही इस्लाम वो है कि जो हमारे पास है, और लोगों तक अपने आमाल से, अपने अक़वाल से, अपने अखलाक से सही इस्लाम पहुँचाए, ताकि वो लोग जो इस्लाम को मस्ख करने की कोशिशें कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर बम ब्लास्ट कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी हकीकतें सामने आए और ये हकीकी इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। الوصية الأخيرة، علينا وعليكم الالتزام والتمسك المستمر بمنبر الحسين عليه السلام، هذا المنبر المبارك الذي بفضله نقلت لنا ثورة الحسين ودماء الحسين، هذا المنبر المبارك الذي نقل لنا أن الحسين ضحى بنفسه وعياله وأهل بيته. لماذا؟ قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أولسنا أمة جد الحسين؟ أليس حينما قال لأمة جدي معناتها إحنا ننسب نفسنا إلى جده، معناتها أن خروج الحسين عليه السلام وما تعرض له في يوم العاشر من العطش وقتل أولاده وأصحابه ونفسه وسبي عياله كان لأجلنا يا شيعة الحسين. فمنبر الحسين الذي نقل لنا هذا الفضل وهذه الكرامة هو الأساس في تثبيت الإسلام، بالتساند مع الحوزة العلمية المباركة التي تنهل العلم، من هنا العقيدة والتمسك والعاطفة، ومن هنا العلم. بالتالي أن نتمسك وأن نتبارك بمنبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبتعاليمه، وأن نتمسك بالحوزة العلمية ورجالها ومراجعها وعلمائها وأفاضلها الأكارم حيث ما كانوا عندكم
في الهند أو في العراق أو في باكستان أو في أي مكان. نسأل الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يتقبل أعمالكم وأن يعيدكم لأمثالها. اللهم انصر المؤمنين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر حشدنا، اللهم انصر جيشنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم سدد رمية جنودنا وحشدنا واخسى أعداءهم ووفقهم. اللهم احفظ شيعة أهل البيت في كل مكان، في الهند، في باكستان، في أفغانستان، في البحرين، في الكويت، في اليمن، في العراق، في إيران، في لبنان، في سوريا. اللهم ضع عنهم شر الدنيا والآخرة وشر أعدائك إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. میرے والد کی آخری وصیت یا آخری نصیحت آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہم تمام مومنین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو منبر حسین سے متمسک رکھیں، اپنے آپ کو منبر حسین سے متمسک رکھیں. کبھی بھی خود کو ہم اپنے آپ کو منبر سے الگ نہ کریں، اس لیے کہ یہ وہی منبر ہے کہ جس نے ہمیں کربلا کے واقعے کو بتایا. اگرچہ یہ منبر نہ ہوتا تو آج ہمیں کربلا کے واقعے کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کربلا جس کے لیے امام حسین یہ کہہ کر چلے تھے کہ میں جا رہا ہوں اور میرے جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے اپنے امت میں اصلاح کی خاطر اپنا گھر لٹا دیا، اپنے جوانوں کو شہید کرا دیا، خود اپنی قربانی دے دی، یہاں تک کہ امام حسین کے گھر کی خواتینیں اسیر کر دی گئیں. کیا ہم آپ امت محمد میں سے نہیں ہیں؟ نہیں عزیزو، ہم اور آپ سب امت محمد سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب کا تمسک امت محمد سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر امام حسین نے، ان کے گھر والوں نے اتنی بڑی جو قربانیاں دی، بچے شہید کر دیے گئے، پیاسے رہے، گھر لٹا، سب کچھ لٹایا، وہ صرف ہمارے لیے تھا، آپ کے لیے تھا. امام حسین نے سب کچھ ہمارے لیے کیا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس منبر سے اپنے آپ کو متمسک رکھیں. کبھی بھی خود کو منبر سے الگ نہ کیجیے گا. اور منبر کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ دنیا بھر میں جو وہ دینی مدارس، وہ حوزات علمیہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے بھی متمسک رکھیں. اس لیے کہ یہیں سے ہمیں علم ملتا ہے، یہیں سے ہمیں معرفت ملتی ہے، یہیں سے ہمیں برکت ملتی ہے. دو چیزیں ضروری ہیں، ہم اپنے آپ کو منبر حسین سے بھی متمسک رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس سے بھی ہمارا ربط ہونا چاہیے تھا. وہ دنیا میں دینی مدارس جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، علوم اہل بیت کے کو نشر کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سے متمسک رکھیں. علماء کرام جو دنیا میں ہوں، چاہے وہ ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، عراق میں ہیں، جہاں کہیں بھی وہ لوگ ہیں، علماء کرام، ہم ان سے متمسک رکھیں، ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. وہ افاضل جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. آخر میں ہم پروردگار کی خدمت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار دنیا میں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی مدد فرما. پروردگار ہمارے مجاہدین کی مدد فرما. پروردگار وہ لوگ جو اسلام کا دفاع کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، ان پر رحمت نازل کر. پروردگار وہ لوگ جو میدان جنگ میں ہیں ان کی مدد کر. پروردگار ہمارے ان جہادیوں پہ رحمت نازل کر، ان کی مدد فرما غیب سے. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ہے ان کو محفوظ رکھ. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ہے، دشمن اہل بیت، دشمنان اہل بیت کے شر سے انہیں محفوظ رکھ. پروردگار یہ وہ مومنین جو دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں، ان کو بخیر و عافیت ان کے وطن تک لے جا. آپ کی خدمت میں آخر میں پھر اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.